انتبهوا، ميزة جديدة نزلت على الواتساب ويمكن تجددت، يعني قبل كده نزلت والآن نزلت تاني مرة، من شخص يمكن يكون عزيز عليك أو صاحبك أو زميلك في العمل. أنت مسجل رقمه في جوالك ويرسل لك على الواتساب، وزي ما جتني الرسالة هقول لك إيش اللي قال فيه. ألو، محتاج منك خدمة. هذه أول الرسالة. محتاج أشتري أغراض من أمازون وبطاقتي مرفوضة، تقدر ترسل لي صورة بطاقتك أجربها؟ رديت عليه قلت له والله بطاقتي ما في أي شيء، شكيت في الأمر. قال لي ممكن تحط فيها رصيد. يعني قاعد يلزم علي إنه أنا أرسل له صورة البطاقة وأحط فيها رصيد. شكيت والله بصراحة، قلت خليني أجاريه في الأمر. قلت له كم تبغاني أحط فيها؟ قال لي حط فيها 800 ريال، مبلغ 800 ريال. قلت له طيب دقائق، وخليت نفسي شوية كده واتصلت على نفس الرقم. رد علي واحد من أصحابي وقال لي انتبه، يمكن انت عاشر واحد بيدق علي، هذا واحد مهكر جوالي. قلت خليني أجرب أكمل المسلسل معاه وأشوف إيش نهايته بعد ما عرفت الحقيقة. قلت له الآن أنا حصور لك البطاقة بس ما عندي إلا 400 ريال. قال لي ما هي مشكلة، صور لي إياها وأعطيني البطاقة. وسايرته إلين عرفت إنه هو طلع نصاب فعلا بحق وحقيقة. انتبهوا يا جماعة الخير من الكلام هذا، لا يجيكم واحد تحسبوه تعرفوه أو تعرفوا مين هو ويقوم يضحك عليك ويقول لك أرسل لي بطاقتك، أو صراحة أنا بطاقتي مرفوضة وبشتري أغراض أيا كان. وهذه نصيحتي، خلوكم فاكرينها. السلام عليكم.